مش كل شطارة المطبخ في المقادير، ساعات حركة صغيرة جدا هي اللي بتفرق بين أكلة عادية وفي تفاصيل بسيطة ناس كتير بتعديها، لكنها تفرق في الطعم والتسوية وتخلي الأكل يطلع على أصوله من غير مجهود. ما تنساش تصلي على الحبيب. الزبادي في تتبيلة الفراخ بيطري الفراخ وبيخلي التتبيلة تدخل جواها أحسن، بس بلاش تزودي الكمية علشان القوام ما يبقاش سايح. لما تحمري الفراخ غطيها أول 10 دقايق على نار متوسطة علشان تستوي من جوه، وبعدها شيلي الغطا وخلي النار أعلى شوية علشان تتحمر وتاخد لون حلو ومقرمش. لو الطماطم لونها فاتح سخني الزيت ونزلي برشة بابريكا ثواني بسيطة مع التقليب وبعدها الطماطم أو معلقة صلصة صغيرة تدي لون ممتاز وطعم أغنى. صلصة المكرونة بطعم المطاعم، شوحي البصل لحد ما يدبل من غير ما يغير لون، وضيفي رشة سكر صغيرة وفص ثوم، ولو بتحبي الطابع الإيطالي رشة ريحان أو أوريجانو تعمل شغل جامد. المكرونة بالبشاميل تبقى جوسي، اعملي البشاميل أخف سنة من القوام اللي انت عاوزاه لأن المكرونة بتشرب منه هي في الفرن. سر طعم البشاميل، تحمير الدقيق يفرق جدا، بس يكون تشويحة خفيفة مش تحمير جامد، و5 معالق دقيق مع زيهم زبدة أو زيت لكل لتر لبن يطلع قوام مظبوط. سلق المكرونة الصح، مفيش زيت في السلق، ملح ومياه كتير بس علشان الصوص يمسك فيها كويس وما يزحلقش. لو ريحة قلي السمك مضايقاكي، نص ليمونة أو شوية قشر ليمون في الزيت يقللوا الريحة جدا. المخبوزات تفضل طرية، أول ما تخرج من الفرن تتغطى بفوطة نظيفة أو تترش رشة مية خفيفة جدا وتتغطى فورا علشان تفضل طرية. لون البوريك الذهبي، ممكن سنة صلصة خفيفة على العجينة، لكن الوش الذهبي الجامد يجي من مسحة لبن مع نقطة زيت ورشة سكر بسيطة. لمسة المحشي الأخيرة، مغرفتين صغيرين من مرق التحمير الفراخ على الوش بعد الاستواء، تفرق جدا في الطعم والريحة. وش الرز المعمر، القشطة البلدي هي السر، ولو مش موجودة زبادي تنفع، والنار تكون عالية أول شوية وبعدها تهدى. البتنجان ما يشربش زيت، يتقطع ويتحط شوية بملح في مصفاه وبعدها يتعفر خفيف دقيق والزيت يكون سخن كويس جدا. الكاري لمسة حلوة للفراخ، رشة خفيفة منه تدي نكهة حلوة لو عاوزة تغيير بسيط في الطعم. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.